كنت موسيقي فأنت أكبر العازفين، ولو كنت نحاتا أنت أحلى الرسامين، ولو كنت مهندس أنت أعرق المهندسين، وأنت لأنك لاعب أنت سيد اللاعبين. آغا الهدافين، الاسم اللي ما بيغيب عن لسان حدا، ومين ما انذكر بسوريا أو حبينا نشبهه منقول له مفكر حالك قويل مثل عارف الآغا. هذا الاسم اللي كل لسان سوري وكل لسان مشجع رياضي سوري بيتذكره دائما، وبيتذكر أهدافه الحلوة والملعوبة واللي كانت دائما ما تهز المدرجات، حتى نحن بنعتبره الأكمل لأنه سدد من بعيد وبالرأس وداخل منطقة الجزاء وخارج منطقة الجزاء. تعالوا نحكي عن عارف الآغا. عارف الآغا من مواليد مدينة اللاذقية ب 17 تشرين الثاني عام 1976. بداياته مع كرة القدم البعض يقول إنها كانت بنادي تشرين، ولكن بمرحلة الناشئين أو الأشبال انتقل لنادي حطين، وهون بلشت المسيرة الكبيرة لعارف الآغا. وقت بتشوفه من بعيد بتقول مستحيل يكون لاعب كرة قدم، بنيته الجسمانية كانت تخينة ودائما كان هو عنده وزن زائد، ولكن وقت بتشوفه بأرض الملعب تتفاجأ بالرشاقة الكبيرة اللي بيتمتع فيها. عارف الآغا طبع اسمه بعقول كل مدافع وكل حارس مرمى واجهه بسوريا، حتى بيقول هو انه ما ضل حارس مرمى بسوريا الا ما سجل بمرمى. عارف الآغا وقت اعتزل كان الهداف التاريخي للدوري السوري لكرة قدم برصيد 162 هدف سجلهم مع 3 أندية لعب معها، هي حطين، الطليعة، الوحدة. أبو فريد وكما يحلو لعشاق نادي حطين مناداته سجل مع نادي حطين 137 هدف، وهو الهداف التاريخي لليوم لنادي حطين. عارف الآغا سجل 10 حالات هاتريك، ومنها حالة سوبر هاتريك وحيدة. عارف الآغا سجل بكل المواسم اللي لعب فيها، ما مرق موسم عليه بدون ما يسجل جول. ولكن للأسف هاي المسيرة الكبيرة بالأهداف لم يتمكن من تحقيق أي لقب جماعي مع الأندية اللي لعب فيها، وحتى اللقب الوحيد اللي حققه حطين بكأس الجمهورية عام 2001 كان عارف الآغا محترف خارج القطر. ال 162 هدف توزعوا على النحو التالي: 137 هدف مع حطين، 24 هدف مع الطليعة، وهدف وحيد مع فريق الوحدة. سجل بمرمى 20 نادي، بالمرتبة الأولى كان نادي الحرية سجل بمرمى 21 هدف، المجد بالمرتبة الثانية 16 هدف، الكرامة بالمرتبة الثالثة 15 هدف، 11 هدف في مرمى الجهاد، 10 أهداف في مرمى تشرين والاتحاد والجيش، 9 أهداف في مرمى كل من جبلة والقرداحة والشرطة، من أهداف في مرمى كل من اليقظة والوحدة، 7 أهداف في مرمى الوسبة، 6 أهداف في مرمى الفتوة، و4 أهداف في مرمى الشعلة والمحافظة، وهدفين في مرمى أمية، وهدف واحد في مرمى كل من حطين والميادين والطليعة. تعالوا نشوف المواسم اللي لعب فيها عارف الآغا مع حطين وشو سجل بكل موسم. أول موسم كان له بعام 1994-1995 وسجل فيه 4 أهداف. عام 1995 96 سجل فيه 9 أهداف، 96 97 سجل 24 هدف، و97 98 سجل 27 هدف، 98 99 سجل فيهم 21 هدف، 98 99 سجل فيهم 12 هدف، و99 2000 سجل فيهم 21 هدف. 2000 2001 احترف خارج سوريا بنادي دبل حصن بالإمارات. 2002 2003 سجل 18 هدف، و2003 2004 سجل 16 هدف. 2004 2005 سجل فيهم هدفين، و2007 و2008 سجل فيهم 4 أهداف. توج بلقب هداف الدوري 4 مرات، موسم 94 برصيد 24 هدف، وموسم 98 برصيد 27 هدف، وموسم 2000 مع حطين 21 هدف. وهيك توج عارف الآغا مع حطين 3 مرات هداف للدوري. مع الطليعة 2005 2006 9 أهداف، وأيضا مع الطليعة 2006 2007 15 هدف. ومع الوحدة موسم 2008
2009 هدف واحد. رغم نجاحه الكبير مع الأندية ورغم أنه هو هداف من الطراز الرفيع، ولكن عارف الآغا نجح مع الأندية اللي لعب فيها ولكن لم ينجح مع المنتخب، وتم استدعائه للمنتخب مرة واحدة، وكان سبب الاستبعاد هو الوزن الزائد. اللي بيعرف عارف الآغا بيشوف بنيته الجسمانية، ولكن عارف الآغا كان رشيق، كان يقدر يسجل بالارتقاء بالرأس، كان يعمل بالكيك، كان يسدد، كان يراوغ، حتى انه كان يركض، وكان سريع بعض الشيء. ولكن بهديك الايام تعرض لظلم كتير كبير وما تم استدعائه للمنتخب الوطني. لذلك عارف الآغا رصيده من المباريات الدولية هو 0 مباراة دولية. عارف الآغا ما بس هو محبوب جماهير حطين، حتى انه محبوب جماهير السورية كتير كبير، واللي بيعرف عارف عن قرب بيعرف اخلاقه العالية وقديش هو شخص طيب القلب ومحبوب من الجميع. حتى انه كل الاندية سواء كان وقت كان يلعب مع حطين او الطليعة او الوعدة، وفريق الخصم وقتها يتعرض لإصابة أو يخرج لبتبديل كانت تقوم وتزقف له نتيجة حبهم الكبير له. عارف عملة نادرة كان من عملة الهدافين. لا ننسى أنه عارف الآغا نافس على لقب هداف العرب بسنين من السنوات، ولكن بهذيك الأيام سبقوا المهاجم العماني هاني الضابط برصيد 3 أهداف. بعد اعتزاله كرة القدم عارف الآغا ما اتجه للتدريب، ولكن اكتفى بأعماله التجارية، واليوم هو بيشتغل بتعهدات البناء وعايش بمدينة اللاذقية. وحتى اليوم عارف الآغا لم يتزوج. عارف الآغا أحب كرة القدم وعشقها بعيدا عن زمن المال وعن زمن الاحتراف. عارف الآغا لعب بعصرين، العصر اللي ما كان فيه أموال كان بس فيه حب كرة قدم، وعصر الأموال، ولكن لم يتأثر. وقت بتشوف رقم 12 بحطين فأنت أكيد رح تتذكر عارف الآغا، وما رح تنسى صاحب هذا الرقم. رح يضل خالد ومخلد بذهن كل عاشق لكرة القدم ولعشاق جماهير حطين. هي كانت سيرتنا اليوم مع واحد من أبرز مهاجمين كرة القدم السورية. انتو كمان اكتبوا لنا رأيكم بآغا الهدافين بالتعليقات. موعدنا جديد بيتجدد معكم بحلقة جديدة لنحكي فيها عن نجم جديد.